يا جماعه والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. خليني اقلع بس السماعه دلوقتي. مساء الخير يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده. انا عارف ان انا مختفي بقالي قد ايه، ثانيه واحده كده، بقالي شهرين ما نزلتش فيديو. السؤال الاهم انا كنت فين؟ بس انا مش عايز اطول عليكم يا جماعه، والله انا كنت واخد بريك الصراحه من يوتيوب. ليه قلت يوتيوب كده؟ انا عارف وش يوتيوب. المهم يعني كنت واخد بريك كده شويه، بس كده حصل لي بعض الظروف يعني، ما الحمد لله السنه خلصت على خير. وحصل عندي حاله وفاه لواحد صديق ليا مقرب جدا، كان طالع معايا هنا على الشانل كذا مره، فالدنيا الصراحه لخبطت جدا جدا اخر شهرين دول. الحمد لله الدنيا عدت. يا جماعه حاجه ثانيه، في واحد بيعمل فود ريفيو على تيك توك اسمه المزاجنجي. يا جماعه انا عمري ما شفت بيقول على الاكل وحش والله، يعني هو بجد كان مطاعم كتير قوي رحت اكلت فيها بجد مطاعم مش حلوه. المهم بدون ذكر اسماء عشان لو عايزين يجيبونا فود ريفيور قد نخش بقى في الموضوع. موضوع النهارده موضوع طويل شويه، فانا عايز ابتدي من ورا شويه. السوشيال ميديا، ايه هي السوشيال ميديا؟ مواقع الناس بتتواصل فيها، انا اكون في بيتي وانت في بيتك تتواصل مع بعض، حلو قوي. فطبعا اي حاجه يعني قبل ما تخش هنا مصر بيبقى ليها، انا حاسس ان هو ايه، ليها صوره معينه. انت فاهمين قصدي؟ بتخش هنا في مصر احنا غصب عننا كمصريين بنابيوزد بطريقه بجد وحشه قوي. يعني مثلا احنا السوشيال ميديا ده مع تطور الزمن بقينا نكتشف ان هو ممكن يبقى مصدر دخل، سورس اوف انكم للناس. يعني مثلا يوتيوب، لقينا ان يوتيوب بيجيب فلوس، هوب يا باشا عائلات مروان ابو العيله، فاهم قصدي ايه، وولع الكلام، تحديات اكل مش عارفه ايه. انستجرام مثلا كله بقى انفلونسرز، والله يا جماعه بقى في لوكال براندز كله بقى بيعمل هوديز وبيبيع، انت فاهم قصدي، ولابس الاوفر سايز. المهم يعني وصلنا تيك توك. هو بقى التيك توك بلاتفورم جميله جدا، بتعمل فيها فيديوز قصيره، ناس بتعمل على ساوندز، ناس بتعمل تشالنجز، بترقص، بتعمل حاجات زي كده عادي، مفيش اي مشكله يعني. يا جماعه في تشالنج كده طالع على تيك توك بقاله فتره مجنني والله العظيم، مجنني بجد، اللي هو تريننج موم انتو مي ده، اللي هو واحده مثلا اجنبيه بيجيب مامتها مثلا تقول ايه يا جدعان ده، اقسم بالله سند كاندي كراش يوزر نيم وقتي، فاهم وقتي، انت فاهم قصدي والله مش بهزر يعني، انت فاكرين بهزر، ماشي اوكي فالمهم يعني اكتشفنا ان تيك توك بيجيب يا جماعه فيوز كتير فشخ. يعني مثلا ممكن تنزل فيديو فعليا انت قاعد مع الكنبه اللي ورا ما بتعملش اي حاجه، تلاقي نفسك جبت 400,000 فيو، فاهم؟ انا عايز اقول لك 400,000 فيو دي انا لما بجيبها على يوتيوب والله ما بنزلش فيديوهات تاني خلاص، باخد بريك بقى شويه وبيبقى ليه قيمتها كده. في تيك توك الموضوع بيبقى مختلف شويه. رقبتي وجعتني، استنى خد ستريتشات كده، بص عشان كدبت بقول لك لما بجيبها انا ما بجيبهاش اصلا. المهم فالناس بقت تلاحظ ايه ده، انت بتجيب فيوز كتير، فهم عندهم عقليه كده في بالهم اللي هو ايه ده، يوتيوب لو جبت 200,000 فيو مش عارف بتاخد كام مليون، مفيش الفيس ده. طب تيك توك ده انا بجيب 20 مليون فيو، ايه الكلام؟ وهم اداره تيك توك الصراحه اداره ذكيه جدا جدا جدا، قعدوا يفكروا طب احنا يا جماعه هندي الناس فلوس ازاي؟ يعني يوتيوب بيبقى فيه اعلانات خانقنا، انا لو بتفرج على فيديوهات هتلاقيني راسل لك اعلانات كتير قوي، وده اللي عندي، ما تتفرجش على الفيديو لو مش عايز المهم في تيك توك مفيش، هو ممكن اعلن في اول الفيديو كده ولا حاجه وخلاص، وده بيبقى السورس اوف انكم على يوتيوب، الاعلانات مثلا او البوب ابس او كده. طب تيك توك مش نفس الطريقه قوي، او بتبقى اعلانات صغيره كده وانت ماشي، مش زي الاعلانات الباهظه اللي على يوتيوب. طبعا الناس اداره تيك توك كده قعدوا.霍南家族于1952年首次收购面粉厂公司之一的开始，我们家族看到了澳大利亚市场对于使用全麦谷物制成的食品和工业产，在新南威尔士小麦带的中心，淀粉及酒精。 شكرا جدا يا جماعه، ده اوسخ سكتش ممكن اكون عملته في حياتي. المهم يعني فمن هنا جت فكره لايفات التيك توك. فالمهم بقى ابتدى معانا يا جماعه ايه حوار ان انت تبتدي لايفات، فاحنا قاعدين بنتكلم وبتاع، فانت مثلا عجبك شكلي مثلا، الحلقه الجديده عجبتك مثلا، هي عجباني الصراحه، بس هو الحلقه كانت شخصيته قويه قوي، انا كنت عايز اخفف ده، قال لي لا حلو، قلت له لا بفكر اخفف، قال لي لا روح كده المهم يعني فانت مثلا عجبك الكلام فبتديني جيفت، اوكي، زي نوع من انواع الدونيشن. فهو الموضوع ابتدى بطريقه جميله جدا، طريقه ما فيهاش اي نوع من انواع الكرنج خالص، لحد ما جينا هنا في مصر. اللايفات بقى يا جماعه هنا في مصر، يعني انا بقى لي كام يوم كده انا والاستاذ عبد العزيز غدار الاديتور بندرس انواع اللايفات اللي موجوده على تيك توك. طلعت كذا واحده. طب ايه هم انواع اللايفات يا مروان؟ اول نوع لايف عندنا وهو الشحاته لايف او لايف الشحاته. طب ده بقى بيحصل فيه ايه؟ يعني مثلا اطلع امسك ورقه كده واقول لك والله انت مثلا لو بعت لي سمكه ده دونيشن معين، انا هبقبق، فاهم؟ مش عارف بعت لي قرد اقلب لك قرد، فاهم؟ انا بدي مثال يعني، ما اعرفش ان الجوائز دي موجوده ولا لا. بعت لي اسد بقى خليك تيجي. المهم ده بيبقى اول نوع. او مثلا حد طالع يقول يا جماعه والله سعيد اتجوز، والله يا جماعه ساعدوني مش عارف اعمل ايه، والله يا جدعان انا قاعد في المستشفى مش عارف فاكر جنب مين والنبي ساعدونا. ده بيبقى بالنسبه لي يعني شيء ممتاز جدا 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 هايل، انت فاهم قصدي ايه؟ الشحاته بقت ديجيتال، فاهم؟ وعندنا اكزامبلز كتيره من الكلام ده، يعني مثلا ادي واحد، يا رب اسد ياكل الكلب، ادي اثنين، اتحزن فيكم يا رب. سكند لايف بقى عندنا يا جماعه، وهو ده الى حد ما يعني، هقول لك عايز اقول لك الى حد ما هو ده الطبيعي. والله انا مثلا اهو طالع قاعد بتكلم معاكم وبحكي لكم قصه بتاع، فانت مثلا عجبك القصه بتديني مثلا قرد، بتديني نقطه، فاهم؟ بوري لك مواهبي مثلا ان انا بعرف معنى بص هختفي 1 2 ها يا جدعان انا فين، اوكي؟ فانت عجبك مثلا الكلام ده فبتطلع والله ايه تقول لي احلى مسا عليك يا عم مروان، خد بصوا على حد ايه ده لايف ام مين؟ لايف ام كذا، ايه ده؟ ايه علاقه القران بماينكرافت؟ جهنم يعني يا جماعه انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ ايه انا كل ده هكون في انتظار لايف طبيعي.
البنت تكتب عمرها والولد اللي زيه يرتبط بيه. يا جدعان بس خرا بقى. ده الى حد ما لايف طبيعي اهو يا جماعه، اول واحد لايف طبيعي. المهم زي ما انتم شايفين يعني احنا عنينا شويه قبل ما نوصل لايف طبيعي، والحمد لله وصلنا. تالت لايف مثلا عندنا هو اللي هو اللايفات اللي بلا هدف. يا غزال الحور يا ست البنات. شفتوا اكيد وانا نازل مثلا كان في لايف مثلا واحد مصور مطعم وناس داخله تجيب اكل، ده لايف بلا هدف. عارفين زمان كده واحنا كلنا عدينا بالمرحله دي، عايزين اتنشن. انا واصحابي قاعدين على الاول عايزين اتنشن، فنفتح لايف عشان البنت الفلانيه تخش معانا في اللايف، نقعد نهيخو معاها وبتاع مش عارف ايه. بعد كده اجيب معاها بقى كلام، بعد كده اخش اقول لها بس نورت اللايف عامه. وده بعد دراسات مهمه جدا 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 اكتشفنا ان هو في منه قليل برضه. واخر حاجه عندنا وده المهم جدا 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 جدا، لايف التحديات. تكبيس وكتاب الله على زوجة وكتاب الله. الحكم الاول. شفت حاجات غريبه فشخ، زي مثلا كده ايه البنت تكتب عمرها والولد اللي قدها يرتبط بيها. لو تفتكروا الحاجات دي شغاله، لو مثلا تروح تقدم لها انت عرفت ايه بنتي منين يا ولد، فاهم؟ الله على التيك توك يا عمي. عمرها كان قد عمري يا اخي. يعني زي ما انا اصلا قلت فوق، هو كل حاجه بتبتدي بره بطريقه كويسه لحد ما تيجي مصر واظن ان احنا بنابيوز الموضوع. والله يعني عندنا محلات الفرايد تشيكن احنا بقينا بنابيوز الموضوع. مش عايز اديكم كبيره، ده انا كنت افتح محل فرايد تشيكن. المهم يعني من كام يوم كنت نازل من الجيم، فانا بجيب بروتين كده اشربه، فالراجل اللي بيعمل البروتين ده راجل حبيبي يعني، قال لي يا عم مش هتظبطني في اللايف بقى. فانا بقول له يعني اللايف ايه مثلا؟ والله يعني لايف ايه؟ قال لي تيك توك لايف ان هو بيطلع يعمل تحديات وبتاع، وانا ساعتها والله ما كنتش عارف ايه التيك توك لايف وبتاع. قلت له يا باشا انا معاك في ظهرك وبتاع مش عارف ايه، وقال لي عايزك تكبس لي وبتاع، فانا مش فاهم يعني ماشي اللي تشوف، انا يعني والله مش هقصر معاك. المهم رجعت البيت وبتاع، فالمهم دخلت على تيك توك وفهمت ايه هي فكره اللايفات دي. فانا المهم بس دلوقتي عايز اعرف حاجه كده معينه، قيمه جوائز لايف التيك توك، ان قيمه الاسد كهديه في التيك توك يساوي 1392 ريال سعودي، يعني ما يعادل 9500 جنيه. تكبيس يا جيش المكبسين، تكبيس يا شيخ المسلمين، تكبيس. يعني طبعا دلوقتي ممكن تلاحظ ان الاضاءه مختلفه، او ان شاء الله انت تبقى ذكي للدرجه دي انت مش ملاحظ يعني. بصوا يا جماعه، هو نظام التيك توك ان انت بتشحن تجيب كوينز، اوكي، وبالكوينز دي بقى بتشتري هديه. يعني وانت بتتفرج، عارف زمان لما كنا بنروح عند مستر السنتر وبتاع، فهتقعد تحسبها كده، ده هو بياخد 150 جنيه واحنا في 30 واحد يعني كده، فاهم قصدي؟ احنا دلوقتي ممكن بعد كده نخش على اي لايف نشوف الناس بياخدوا جوائز ايه وبنرفر للصوره دي على طول ونقعد نحسب، انت فاهم قصدي ايه؟ ما معنى كلمه تكبيس؟ يقصد بتكبيس التيك توك النقر على الشاشه اثناء البث المباشر بهدف زياده التفاعل. طب ما تقولوا دوس يا شباب، دوسوا وليه بنقول تكبيس؟ عشان احنا بنتارجت ارب موني. ليه؟ يعني معلش بس هات لي كده السماعه، احنا هنشوف اللايفات ده دلوقتي. انا معلش الباشا جالكو ديكوا فوق انتوا لكنتوا. ايوه، فهو جاله هديه دلوقتي. احنا ممكن دلوقتي نخش نحسب الهديه دي بكام، بس احنا مش هنعمل كده. ايه كيلو السبيس شيب. المهم احنا كده شرحنا النهارده انواع اللايفات، تمام؟ احنا عايزين بقى نخش نشوف اللايفات، اوكي؟ يعني انا قدرت انا والفريق الاعداد بتاعي اللي هو انا وغدار نجيب شويه فيديوهات. يعني عندنا اول فيديو، وصدقني الفيديو ده والله العظيم ما خديش وقت كتير خالص ان انا اكرنج على حاجه زي كده. حاضر انا سوسن والله انا وكتاب الله انا سوسن وكتاب الله وكتاب شباب نكسب الجو. شباب تكبيس من النار يا شباب، اصدقائي بالله عليكم تكبيس زي النار. قبل ما اتكلم طبعا يا جماعه عشان ما حدش يقول لي اللي انت بتعمله مش اللي انت بتعمله، انا ماليش بالشخص، يعني ماليش بيها في حياتها، انا ماليش ده. انا بتكلم على الفيديو ده دلوقتي، هو عباره انت لو بتخسر اللايف على قد ما اعتقادي على بتخسر التحدي بيبقى عليك حكم من 3 تعمله. انا نسيت، يا نهار ازرق نسيت ازاي اشيل دي. المهم فانت بتختار يعني اقل حكم رخم. لو انتوا شايفين ده ان انا اتربط في فكره الباب اللي ورايا دي واعلق نفسي منها واقعد اقول انا سوسن، شايف ده اقل حكم. انا بجد مش متخيل ايه الاحكام الثانيه يعني. والله هي مش دي الكارثه يا جماعه، اقسم بالله مش دي الكارثه. كارثه انا لما بعمل حاجه غلط يا جماعه والله العظيم، انا بيبقى في صحابي بيفشخوني والله العظيم. يعني مثلا هديكم مثال، احنا زياد بجزر لما بينزل ستوري مثلا حسينا ان هو ايه يعني ستوري ريمبو شويه، بنكلمه. ممكن انا انزل حاجه مش كويسه مثلا حد يجي يقول لي خد بالك مش عادي، الصحاب اللي بعضها، بس ايه ده فين صحاب والله. المهم يعني انا مش عايز اخش استوك الشخص ده شويه عشان بيطلع لي كتير على تيك توك لدرجه ان انا بجد يعني انا عملت بلوك. فهل انتوا شايفين فلوس تيك توك ورث ان انت تعمل كده؟ والله لو اسدين يعني صح يا ردوش صح. انت سوسن جماعه ايه الجو الكينكي ده؟ 50 شيدز اوف عبد الرحمن يعني، والله مش كده. لا يا جدعان، لا تو ماتش كرنج اقسم بالله. يعني انا برضو ده دخلت والله جبت صدفه مثلا. الحكم الاول صابونه تكليعه كامله. الحكم الثاني تقلعي شعرك. الحكم الثالث عالدش كلك. ماشي، ما هنا عندنا بيقول يعني الحكم الثالث عالدش كل. هل ده مثلا نوع من انواع اغراء المتابع
المتابعين. يعني انا مثلا قاعد بتفرج واحد خد التحدي ان انت بتخش الدش، فاهم يا جماعه؟ هو مش اونلي فانز، اقسم بالله والله العظيم هو يعني لا الحمد لله لسه مفيش حد طلع يقول يعني انا هعمل حاجه في اللايف او هقلع في اللايف. شباب رح اشيلها على اللايف، يلا كلكم على اللايف. او يعني بمعنى صح مفيش حد قلع في اللايف. طبعا انت قاعد مستني انا اجيب لك فيديو حد قلع وبتاع، بس انا مش هحطه لك. تعالى خلاص. طب روق 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 روق. ايه ده؟ رحت فين؟ انت ليه غدار قطعت اللايف يا غدار؟ ليه قطعت اللايف؟ كنت تكمل كنا هنشوف ايه الحب اللي اتاخد. فده بيبقى بتحس ان انت تيك توك قالب اونلي فانز شويه. لا طب اسال سؤال، يعني انا كنت بصيت قبل كده يعني فكره الاونلي فانز، يعني هاو ماتش دوز ان افريج اونلي فانز ميك؟ المبلغ المتوسط اللي الواحده على اونلي فانز بتعمله بحدود 180 دولار في الشهر. يعني انت بتتكلم قرب 6000 جنيه بس بحط الصور ليه على اونلي فانز. وخد بالك الصور دي ممكن اكون بحطها على انستجرام او ايه كلوز فريندز انستجرام، انت فاهم؟ طب استنى هنشوف كده. يعني اونلي فانز ريتش ليست، يعني عندك لاك شينا تعرف في السنه 15 مليون فولو. يعني بالتالي بتعمل اكتر من يعني فاينالدو لما كان في ليفربول مثلا. ايه ده؟ ماي خليفه بتعمل على اونلي فانز وكاردي بي. انا ما كنتش عارف كده. نهار اسود، اوفست فين الكلام ده؟ ارجع ورا. اهو ده يمشي محكي ودي يمشي محكي. ماشي اوكي. يعني ده لايف انا الصراحه مش هقدر اكومنت عليه عشان ما فيش حاجه برضه، عشان ما كنتش اللي هو بقى كومنت لغرض الكومنت. وريني نفسك يلا. بابا بقول لك انا اول مره اخش معاك. انت عندك كام في اللايف؟ عندي 93. انت وهم على الصداع. ماشي. هو يا جماعه يعني شنب يا جماعه انا لو قلت اسمه هيتعمل لي سترايك عليه، بس ما اظنش اسمه هتلر. ايه يعني هتلر؟ غير طبعا ان هو يعني كل واحد طبعا حر في منظره مفيش اي مشكله، بس انا بس عندي مشكله في السنس اوف هيومر، بس الحس الفكاهي. وبحط ساوند افكت الضحك ده اللي بتحط في فريندز ده انا يعني لا اله الا الله. اكيد طبعا هي ما سكتتلوش طبعا. اوريك مين هيبقى على الصدام دلوقتي. ليه يا جدعان؟ ليه يا جدعان؟ اسرع يا اخواتي، اسرع 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 اسرع. يا جماعه دول 18 واحد يكبسوا ايه اكتر من كده والله العظيم. ايتها الجماهير العريضه، ايتها الجماهير العريضه. كل اللي يقول يا رب واللي يقول يا رب نتابعه. يا رب يا رب والله تابعوني. مع كامل الاحترام لاي حد يعمل كده، بس مش عارف حاسسها ان انا اقطع مثلا لايف في تيك توك واحط فوم على دقني ومثلا مع بنت انا ما اعرفهاش مثلا والناس تقعد ترمي لي دونيشنز كده. هل انا كمروان مثلا شايف دي احسن حاجه مثلا؟ والله انا كمروان لا الصراحه يعني والله. على العموم اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا لايك كومنت سبسكرايب طبعا شير الفيديو. الناس على التاخير يا جماعه، بس حد اشوفكم الفيديو جاي. ما تنسوش تعملوا لايك. السلام عليكم.